أهلا بيكم في حلقة جديدة من على الهامش. معاكم إسلام السمان، البودكاست اللي بنحاول فيه نبسط المفاهيم المالية والإدارية ونربطها بالواقع بتاع الشركات. النهاردة عايز أكلمكم عن حاجة مهمة جدا: إزاي أي مدير أو مؤسس شركة يقدر يعرف صحة شركته من 3 أرقام بس. مش لازم تكون CFO ولا خبير مالي علشان تتابع. الفكرة كلها إنك تمسك المفاتيح اللي بتديك الصورة الكاملة من غير ما تغرق في تفاصيل مش هتفيدك دلوقتي. خلينا نبدأ. المؤشر الأول: الإيرادات مقابل التارجت. دايما اسأل نفسك، كنا متوقعين نبيع بكام؟ وفعليا بعنا بكام؟ مثلا لو كان التارجت بتاعنا 12 مليون دولار وحققنا 11.2 مليون، يبقى عندنا فجوة. السؤال: ليه؟ ممكن يكون السبب إن التوسع في منطقة معينة اتأخر، زي الخليج اللي بدأنا فيه متأخر شهرين. ممكن يكون في خطأ في التسعير أو ضعف في التوزيع. المهم، الأرقام مش مجرد تقرير، الأرقام قصة بتحكي إيه اللي حصل. المؤشر الثاني: هامش الربح التشغيلي. الرقم ده بيكشف كفاءة البزنس. يعني لو الهامش بتاعك نزل من 22 هرتز ل 18 يو، لازم توقف وتفكر: هل صرفنا على التسويق أكتر من المخطط؟ ولا عملنا خصومات كتير علشان نجذب عملاء جداد؟ الهامش هو مقياس الصحة الداخلية. لو بيزيد يعني الشركة ماشية صح، لو بينزل يبقى في حاجة محتاجة تتظبط فورا. المؤشر الثالث: الكاش. وده أهم سؤال يخلي أي CEO يسهر بالليل. هل عندنا كاش يكفي؟ مثال: عندنا 9.5 مليون دولار كاش والمصروف الشهري 1.4 مليون، يبقى عندنا ران واي حوالي 6 شهور و3 أسابيع. الرقم ده مش رفاهية، لأنك لو ما حسبتوش ممكن تلاقي نفسك فجأة محتاج تمويل أو قرض في توقيت صعب جدا. في بعض الشركات خاصة ساس أو أونلاين بيضيفوا مؤشر رابع، زي معدل الاحتفاظ بالعملاء أو Customer Retention Rate. لكن بالنسبة لأي بزنس تقليدي أو حتى ستارت اب في مرحلة مبكرة، ال3 أرقام دول كفاية علشان يدوك البوصلة. الخلاصة: لو أنت مدير أو صاحب شركة، ما تسيبش نفسك للانشغال اليومي وتنسى الأساسيات. تابع دايما الإيرادات، الهامش، الكاش. ال3 دول زي إشارات المرور، لو واحدة فيهم حمرة لازم توقف وتشوف هتتصرف إزاي. كان معاكم إسلام السمان، ودي كانت حلقة جديدة من على الهامش. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أي حد شايفينه محتاج يبسط الأرقام ويفهم شركته بشكل أوضح. نشوفكم الحلقة الجاية.